يا عم ميسو، بيراميدز حط على الاهلي السعودي. ده حط عليهم حط حارقه. شفت بقى؟ ولا تقول لي كبسه ولا معزه، شفتوا الفول بيجيب من الاخر. طبعا انا بهزر يعني، انتوا حبايبي يعني، بس في حاجه هنا. هو ليه اي فريق مصري بيروح هناك السعوديه بيحط على الفرقه بتاعتكم هناك؟ حاجه غريبه يعني. يعني الاهلي حط عليكم، الزمالك حط عليكم، النهارده بيراميدز حط عليكم. حاجه غريبه الصراحه يعني. يا جماعه مش هينفع كده. احنا اخوات وكل حاجه، بس مش هينفع كده. طبعا انا بهزر يعني. يعني احنا اخوات كلنا يعني، وحبايب. لكن انا في حاجه بقى. فرقه بيراميدز طبعا الف مبروك ليهم يعني. والفرقه دي فرقه تقيله يا جماعه. فرقه بيراميدز بجد يعني. ان هي تاخد افريقيا وتاخد النهارده البطوله دي، لا. فرقه بجد هتبقى تقيله قوي لو فضلت على كده. يعني لو الاستمرار هو اللي هيجيب الجمهور على فكرة. لو الفرقة دي فضلت على كده في خلال 10 سنين، بتاخد كل سنة بطولة أو اتنين وبتلعب كرة حلو، الفرقة دي في خلال 10 سنين، وخد كلامي كده، هيبقى عندهم قاعدة جماهيرية. ازاي القاعدة الجماهيرية بتيجي الأطفال الصغيرة اللي هي لسه جاية على وش الدنيا، لما بتتولد وبتشوف الكورة، بتشوف فرقة بتلعب حلو وبتاخد بطولات، هتشجعها. بس كده الجمهور بيجي كده يا جماعه. فلو استمروا على كده بس كده يعني، طبعا الف مبروك ليهم يعني. ويا ريت نديهم حقهم في الاعلام شويه بجد يعني. بس كده. السلام عليكم. ادي يا عم ميسو.